السلام عليكم يا بنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بألف صحه وعافيه. شوفوا البنات، اكثر سؤال جاني بخصوص كرتونه رمضان على المعلبات، على المايونيز، كيفاش نخزنوا هاد الصوالح. شوفوا الشيرات، الحاجه الاولى اللي نهضرها لكم دائما ونقولها لكم كي تشروا المنتجات تاعكم، شوفوا تاريخ انتهاء الصلاحيه. هذه الحاجه الاولى المهمه كامل اللي تهمنا حنايا، هو تاريخ انتهاء الصلاحيه. كيقولوا مثلا تكون 2027 وراها مبلعه، ما تخافيش عليها. مثلا كي تروحي للحانوت تشري، وين غادي تصايبي المايونيز، وين غادي تصايبي الطون، وين غادي تصايبيهم؟ غادي بطبيعه الحال غادي تصايبيهم على الرفوف. نفس الشيء المعلبات يتخزنوا عادي في القجر تاعك، ولا في البلاكار تاعك، ولا في الكرتونه ديالك، ولا في السلاله اللي دايره فيها، ولا البواطه اللي راكي دايره فيها، ما يهمش. المهم حاجه مغلوقه ما تخافيش عليها نهائيا، خبيها وانتيا مرتاحه. يعني ماشي تقولي لا وغادي تخسر لي ولا لا، تخبيها مرتاحه. نفس الشيء بالنسبه، شوفي المايونيز مبلعه ما تخافيهاش. وشوفوا تاريخ انتهاء الصلاحيه كما عودتكم. المربى، كيما كيسموه شامبينيون، الطون، كل شيء ينطبق على بعضها. نفس الشيء الزبده، عندك برك الحاجه اللي نخافوها واللي نخافوا عليها انها تخسر، اللي هي الاجبان. سورتو الا ما كانش عندك فريجيدير كبير وكان عندك فريجيدير صغير، ما انتش ديري تحدي حصاله لحوم واجبان رمضان 2025، تحدي تاع 2000. ولبنات هذا التحدي تلموا فيه من مليون حتى 3 ملايين. طبيعه الحال باش تصيبوه تكتبوا تحدي حصاله 20 دينار ام محمد عبد الرزاق يخرج لكم. من انجح التحديات اللي داروه البنات. ونقول لكم بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنسوناش بجانب كومونتير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر ومع تدبيره اخرى. اي موضوع بغينا اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله نلبيكم كامل الطلبات تاعكم. الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر. سلام.